انا مش هنزل لبنتي واقول لها ابوك انضرب وجه، ابوك اتغرب عشان يزود دخله انضرب وجه. لا انا هنزل مرفوع الراس، والله لو الشرطه هتكلبشني وتنزلني ترحيل ما هنزل على رجلي الا وانا واخد حقي. والله العظيم اني انا قضيت معاهم 3 سنين كلهم ظلم وافتراء وكيل حد. انك تجيب 5000 وتطير طول عمرك على بلدك ولا تروح تنقل كفاله، هذا الكلام النهائي. خليك في بلدك، تخليك تغور في 60 داهيه، تروح عند اخوك تنقل كفاله تغور في 60 داهيه، الله لا يردك لا انت ولا اللي خلفوك. الشاب اللي انت شفته بيبكي في اول الفيديو ده اسمه احمد علاء، مغترب مصري في السعودية بقاله حوالي سنة. المفروض انه كان رايح على راتب حوالي 1500 ريال اللي هو بما يعادل مصري 18000 جنيه، الا ان الكفيل بتاعه مش بس نزل له الراتب ل 400 ريال اللي هو ما يعادل 5000 جنيه مصري، لا ده بقاله كمان حوالي 3 شهور ما بيدوش اي مرتب، يعني شغال حوالي 12 13 وصلت ل 18 ساعة وما بياخدش مرتب بقاله 3 شهور. المهم المفروض ان عقد احمد هينتهي يوم 21/11/2025، فبناء على الراتب الضعيف والمعامله السيئه والراتب اللي ما بيجيش اصلا، احمد راح قدم استقالته اللي هي بتشوفها قدامك على الشاشه دلوقتي، الا انه اتفاجئ يوم الخميس الموافق 18/9/2025 باللي هتشوفه وتسمعه ده. كفيلتي وجوز كفيلتي واخو كفيلتي جم عليا يوم 18/9، كنت تاني عقدي سنه عامل استقاله، الاستقاله عدى منها 20 يوم، باقي 10 ايام، قلت يا رب يعدوا على خير ويسيبوني اروح، متنازل عن كل ريال وحسبنت فيهم، مش كفايه ويسيبوني اروح، لا جم قعد معايا يقول لي ما يسالنيش راتبك اتاخر ليه، ما يسالنيش ليك راتب ايه، يقول لي طلع تليفونك وامضي على عقد 2 عايز يقعدني في المملكه 3 سنين، قلت له مش همضي. علشان بعد ما احمد يقوم فالكفيل يلحقه ويعمل في احمد للاسف اللي هتسمعه ده. ما كفاهوش طردني، قال لي انقلع من هنا، قلت له حاضر. قمت راجل كبير 45 50 سنه، احترمته احترمت سنه واحترمت البيت اللي انا طالع منه، جه وراه وقام ضربني بالقلم على وشي، عملت تقرير، اتصلت بالشرطه كلهم خدوا سيارات وهربوا، ما لقيتش ولا واحد في اللي كانوا واقفين حواليا دول، ما لقيتش ولا واحد. احمد كمان اضاف انه مفيش اجراء اتاخد ضد الكفيل بتاعه. رحت للشرطه، ايه صار؟ يقول لي المحضر شغال. مشيت قانوني من يوم الخميس لحد الان، المحضر اتحول على النيابه، ما فيش اجراء ياخدوه. قلت يا باشا فرغ الكاميرات دي الجهاز في بيت كفيلتي اللي انا مدعي عليهم، يا باشا فرغ الكاميرات دي الدليل وانا معايا شاهد. وقال كمان انه كان معاه 5 في نفس المكان اللي بيشتغلوا فيه وعلى كفالة نفس الكفيل، وكلهم مشوا بسبب اللي انت سمعته ده. كان معايا 5 في الكافيه، ال5 مشوا، اللي نقل شغل في المملكه نقل، واللي نزل مصر وما رجعش نزل، وما فضلش الا انا. جم عليا انا عشان يحاسبوا على اللي مشي كله، يقول لي انت اللي باقي. المهم واحنا بنبحث وبندور وبنتحرى ورا الموضوع بتاع احمد ده، قدرنا نوصل لسعد، وهو احد الاشخاص اللي كانوا على كفالة نفس الكفيل واللي حكى اللي هتسمعه ده. على فكره انا كنت شغال في نفس المؤسسه، كنت شغال مع الكفيل اللي هو اسمه عوده العنيسي، اللي هو ضرب احمد بالجد. احمد زي ما هو اتظلم منه انا برضه اتظلمت منه. والله العظيم اني انا قضيت معاهم 3 سنين كلهم ظلم وافتراء وكيل حقي، عشان يرضى ان انا انزل اتجوز خد مني رهان 9000 ريال. جيت رجعت له تاني بعد الاجازه وطالبته بالفلوس، اللي ليا، ما رضاش يديها لي. الجواز بتاعه هو نفس المؤسسه، نفس الكفيل، الناس كلها قسما بالله هناك مظلومه ومش عارفين يتكلموا. في واحد تاني اسمه عبد الرحمن، دول كرشينه من الشغل وكرشينه من السكن، واخدين منه كل حاجه، مش عايزين يديله اي حاجه ولا راضيين يدخلوه السكن، ما هوش ريال واحد في جيبه ومرمي في الشارع في السعوديه. سعد كمان عرض تسجيل او فويس للكفيل وهو بيتفاوض مع واحد فيهم على 5000 ريال علشان يفكوا منه او يسيبه. طلبت اليوم 200 ريال، اليوم 200 ريال جلستك، تمام؟ يعني تضبط وتدخل الشغل مثل الناس البقيه، يعني تجيب 5000 وتطير طول عمرك على بلدك ولا تروح تنقل كفاله، هذا الكلام النهائي. ده كلام الكفيل، يعني هو عايز منه 5000 ريال عشان خاطر ينزله بلده، وهو اصلا ما بيدولوش ريال، يعني هو جيبه ما فيهوش ريال من جوه. كمان عرض تسجيل خاص لمدير المطعم اللي هو الشخص المصري اللي بيدير المطعم واللي بيجيب الناس المصريين يشتغلوا في نفس المكان ده. خليك في بلدك، انا مش عاوزك، حتى لو انت جيت تلغي التذكره بقى ما تلغيهاش، غرفه 60 داهيه، تيجي السعوديه ما تجيش علينا احنا هنا، ما اشوفش خلقه امك عندي هنا تاني، خلقه امك دي انا ما اشوفهاش عندي تاني، تمام؟
ما اشوف مره اشوف خلقتك خالص، لا تجيني ولا جيب ولا اي حاجه ولا الهوا. تخليك في بلدك، تخليك تغور في 60 داهيه، تروح عند اخوك تلاقي كفاله تغور في 60 داهيه. الله لا يردك، لا انت ولا اللي خلفوك. وعاوزين تعملوا حاجه، اللي انتوا عايزين تعملوها اعملوها، اللي انت في ايديكم حاجه تعملوها اعملوها. اهو ده بقى رد المدير المصري، ده اللي بيجيب له العماله المصريه، سبب ان هو يجيب المصريين يخلي السعوديين يذلوهم هناك وياكل حقوقهم. سعد كمان ضاف انه في ناس بتشتغل بال 18 ساعة هناك متواصلين، وان في ناس كتيرة اتظلمت وبتتظلم من الراجل ده او من الكفيل ده. قسما بالله ان شغالين 18 ساعة في اليوم، مشغلين الناس هناك 18 ساعة في اليوم. زي ما ظلمني ظلم 100 واحد زي حالاتي هناك. احمد مظلوم مضروب بالقلم، عبد الرحمن رميهم في الشارع مش عايزين يدوا حقته ولا عايزين يروحوه. اما عن احمد علاء فبعد ما نزل الفيديو اللي احنا بنتكلم عنه النهارده، اهله قالوا ان الشرطه تواصلت معاه واخدت تليفونه وقالت له يمسح الفيديو، وبالفعل الفيديو اتمسح من على صفحه احمد، ولكن في صفحات تانية تداولته. احمد قال في الفيديو انه مش قادر ينزل لبنته ويواجهها وهو حاصل فيه اللي حاصل له ده بدون ما ياخد حقه. انا مش هنزل لبنتي واقول لها ابوك انضرب وجه، ابوك اتغرب عشان زود دخله انضرب وجه. لا، انا هنزل مرفوع الراس. والله لو الشرطه هتكلبشني وتنزلني ترحيل ما هنزل على رجلي الا وانا واخد حقي. وختم كلامه باللي هتسمعه ده. ليه ما عادش فيه رحمه، ولا كلمني برحمه ولا بانسانيه ولا بدين ولا بده كله، كلمني بفلوس، كلمني بعقد، امضي على العقد. طب انا متنازل عن حقوقي كلها عشان اعرف اروح، اعرف اشتغل، اعرف. ده حياتي وقفت بالقلم ده. 29 سنه ما حد رفع ايده عليا. انا ابويا متوفي، الدنيا هي مدتني بس ما توصلش ان حد يرفع ايده ويمدها عليا. ورسالتي هنا لجهات انفاذ القانون في المملكه العربيه السعوديه الشقيقه، هل لو بدلنا الاماكن واحمد هو اللي ضرب الكفيل بتاعه كان زمان احمد لسه ما اتخذش ضده اجراء؟ عشان كده بطلب من السفاره المصريه في الرياض انها تتواصل مع ابننا احمد ويحلوا له المشكله دي ويجيبوا له حقه علشان يرجع مصر. ورسالتي لحضراتكم، اتمنى توصلوا صوت احمد لكل الناس علشان حقه يرجع له وما يتكسرش قدام بنته اللي هيرجع لها وهو معمول فيه كده. المصري ما يستحقش ابدا انه حقه يضيع ويتعمل فيه كل اللي اتعمل ده بدون ما ياخد حقه. وبس كده.